هيرجع ولا مش هيرجع؟ ده اللي احنا هنشوفوه الايام اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه معانا بيان من وزاره الرياضه، بيقول لك ايه؟ يجب على اداره الزمالك اعلان زوال عضويه مرتضى منصور وانتخابات رئاسيه جديده. ده الاستاذ محمد الشاذلي متحدث وزاره الرياضه. طيب يا سيدي الفاضل، حضرتك طلعت الكلام ده او البيان ده بناء عليه؟ ما بيقول لك كله بيتكلم ان القضيه هنية مرتضى منصور مش قضيه اللي هي يعني يتحبس فيها شرفيا، ولا هو سب وقذف، بس مش اللي هي تمنعه من اداره الزمالك ولا تمنعه من عضويته. ده الكلام اللي الكل بيتكلم فيه والكل داير، يعني كلها ايه، كم يوم وهتلاقيه رجع. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، رفض الاستاذ سليمان وهدان اسقاط عضويه مرتضى منصور. طبعا دي حاجه كويسه وحاجه تحسب له. الراجل برضه مش على راي المثل لما يقول لك العجل وجع وكتر السكاكين. لا، احنا حبينا نلتف حوالين النادي ودي حاجه كويسه فيهم. بس انا اللي شايفه اللي هو الليله دي كلها هو اللي عملها مرتضى منصور، هو اللي حط الناس دي كلها في الحسابات. انت لو حفظت لسانك وما اتكلمتش وما قلتش امك وابوك واخوك كان الموضوع خلص. ما كانش الموضوع تداول اكتر من كده. مش عارف ايه فيل ده كله يعني. يا لا اله الا الله، دايما بتحطنا في حسبه كده، ونقعد نمسك الاله حاسبه ونتكلم سواء في الماتشات او سواء في ايه، في قراراتك. تمام. طبعا في خبر بيقول ان سياده المستشار راح طبعا ودوه المستشفى عشان خاطر ايه، الضغط، وعنده الضغط وعنده السكر وتعب يعني وكده، واحنا بنقول له الف سلامه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا هو معلش يعني، هو مش المرض مش هيتمثل فيه، بس في الغالب هو سيناريو زي كل سنه بيحصل وزي كل الحوارات. ومعلش، وهيقضي له 10 ايام في المستشفى، ومن هنا ومن هنا، وفي الاخر هيطلع يعني، عشان في الاخر يطلع على الاعلام يقول لك انا ما اتحبستش، انا كنت قاعد في البيت. تمام. طبعا قرار الباشا خالد الغندور، طبعا ما المشكله زي ما بيقولوا مثلا الكل بيتكلم والكل بيقول. طلع خالد الغندور بيقول ايه؟ احترم اداره الاهلي والمحمود الخطيب، وهو المستشار مرتضى منصور مسؤول عن افعاله. في الحته دي انت صح، وفي الحته دي اأيدك، والحته دي انا معاك. سياده المستشار، اللي حواليك ما قالولكش ان اللي بتعمله ده غلط؟ اللي حواليك ما قالولكش ان الاسلوب ده ما ينفعش؟ كله ده محدش شار عنك او شار عليك اللي بلاش تخوض في اعراض الناس؟ مش عارف يعني. ولا ابن بلغك، ولا زوجة بلغتك، ولا اللي حواليك في الإدارة بلغوك، وسايبينك كده، وفي الآخر جاي مش عارف يعني. بص، تحس إن أنت ماشي بدماغك، وفي الآخر لما غرقت التفوا حواليا ونساندوا نادي الزمالك. لا يا باشا، أنت اللي عملت كده في نادي الزمالك. الخطيب كان يطلع وبيشتم، ما كانش يطلع يرد. في مكالمة كانت ليك على الهوا بتقول ايه؟ بلغوني ان اسمه مين الاعلامي، سيف زاهر، بلغوني ان سيف زاهر بيشتمني امه وابوه. طب ايه اللي دخله؟ وفي الاخر طلعت اعتذرت ان انا بلغوني ان سيف زاهر بيقول. طب ايه اللي عرفك الكلام ده؟ ايه اللي عرفك الليله دي؟ ايه اللي عرفك الحوار ده؟ ليه لما انت مضحوك عليك واي حد بيرمي لك كلمه وامشي، وانت اللي بتلبس في الحيطه بعد كده؟ طبعا معنا خبر تاني، شيكابالا. طبعا شيكابالا يعني بيقول ايه؟ ان شاء الله هنصعد دور المجموعات، هنعدي دور المجموعات وهناخدوا البطولة، وان شاء الله كده هنهدي الفوز ده كله للمستشار مرتضى منصور. انت مصدق نفسك؟ شيكابالا انت بطلت. انت اخرك لو هتنزل كتقديرا لتاريخك 10 دقائق. الماتش الترجي في الهدف الاول حضرتك كنت قاعد تتفرج، لو فاكر انت قاعد تتفرج، ما فيش اي حسبان ليك يعني. وتاني حاجة اللي حصل في الترجي مصيبة. لما ناخده معانا دجالين ناخدوهم معانا عشان خاطر مش عارف اقول لك ايه يعني، هنفوز بالدجل.
يا باشا كانت المغرب خدت كاس العالم، مع المغرب اقوى ناس في الاعمال والكل عارف. هي عملت ولا حاجه. ليه؟ عارف ليه ولا حاجه؟ ان تاريخهم معروف، والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى يعني مهما هتعمل لا يصلح عمل المفسدين، ده فساد، اللي بتعمله ده فساد وبعد عن الدين. طبعا اي نعم بعد اللي حصل بيقول لك شيكابالا اتخانق مع تيجانا عشان خاطر الاثنين دول وما رضوش يرجعوهم على نفس الطياره، ودخل امير مرتضى قال لا خلاص هنرجعوهم ينزلوا من فرنسا ترانزيت على مصر، واتقبض عليهم في مصر. طيب حلو، لو كانوا دول فزتوا كنت هتقنعني ان دول كان هيرجع نفس اللي رجعوا، ولا كنت هترجعهم معاك في الطياره؟ ده سؤال بينك ما بين نفسك، اطلع رد عليه. بس الكلام اللي ظهر بلاش منه. تمام. والنقطه الثانيه، تسريب عقود اللاعبين. اشمعنى في الوقت ده؟ ومين اللي ليه المصلحه ان هو يضغط على الزمالك اكتر واكتر واكتر عشان يوقع؟ بص، الكلمه اللي بتتجاهل اصلا، الاهلي هو ابن الدوله، والاهلي مش عارف ايه، ويجي جمهور الاهلي يقول لك الزمالك اصلا مدلل، والزمالك اصلا. يا اخوانا اقسم بالله كل بيدور على مصالح شخصيه. في اتحاد الكوره في ناس بتخدم الاهلي وفي ناس بتخدم الزمالك. في اتحاد الكوره لو مصلحته هو اهلاوي ومصلحته مع الزمالك هيخدم الزمالك. لو الزمالك بيتخدم من اتحاد الكوره ما كانش عملوا لبلبه التسجيل الثلاث لعيبه، وكان طلع بيان قال احنا سجلنا اللعيبه، ما فيش استلام للكرنيهات اللعيبه الله غير لما تسدد الفلوس، كان الكل هيحترمك كاتحاد كوره. من كام شهر طبعا الاهلي برضو اساء لاتحاد الكوره لما شالوا الخطاب. يعني يا اخواننا كله بيدور على ليلاه، وكله بيدور على كلام، وكله بيدور ان هو اللي مظلوم والدوله بتيجي عليه، وده ما فيش. اللي انا شايفه من وجهه نظري الذي لا تذكر، فانا ما شايفش الوضع ده. انا اللي شايفه حوارات كتير، وكله بيبين نفسه ان هو ضعيف عشان خاطر يلتف بالجمهور ويعمل احتكاك. انا اناشد رئيس نادي الزمالك، اناشد رئيس النادي الاهلي، اتعاملوا بحكمه. ما تجيش في كل حاجه تطلع لي قرار وتطلع لي بيان وتيجي تقول لي اصلا احنا مضطهديننا، اصلا احنا. لا يا باشا، ادارتكم انت لو عارف تدير المنظومه صح هتمشي صح، لو عارف تدير المنظومه غلط هتمشي غلط. ده اللي انا نعرفه. لكن هنقعد نشيله ونحطه في مواضيع مع بعضينا؟ لا. هنرمي كلامي على ده شويه، وانا ما خدتش الدوري السنه دي يبقى هنقول اتحاد الكوره والاعلام ومش عارف ايه والكلام ده. لا لا لا، مش هينفع. مش هينفع. انت شوف منظومتك ايه اللي خطأ فيها وصلحها. وبالنسبه للزمالك يا سياده المستشار، ارجوك ارجوك يوم ما هترجع رئيس النادي، يا ريت يا ريت بعد اذن سعادتك باشر اعمال النادي، وسيبك من ايه، من السوشيال ميديا والترندات والحاجات دي، عشان انت موهوم بيها. انت موهوم بالحته دي. اطلع خليك حكيم في التصرف. انت راجل قاضي وراجل مستشار، ليك كل كلامك بيبقى موزون، ما يبقاش تصرف لو مؤاخذه واحد يعني مش هنقوله همجي، لا هنقوله واحد يعني ما عرفش اللي داير حواليه ايه. لا، حضرتك تبقى القرار يطلع بحساب، والكلمه بتاعتك تتقال بحساب. ده اللي انا هقوله. وربنا يتولانا في رحمته، وان شاء الله باذن الله كده الزمالك مش هيوجع ولا هيشمت حد فيه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.